طيب انا في كذا حاجه عايز اتكلم عليها، بس انا عايز اقول لكم طبعا احنا مسجل يا جماعه البودكاست بتاعنا في فاليو كافيه. كميه الروائح الحلوه بتاعت الاكل اللي ورايا، وانا لسه ما اكلتش ولا شربت النهارده خالص. انا بس بثبت موقفي. تعرفوا ان انا دايما يعني بصمت في حاجات صعبه كده. لا زي هريدي كان بيقول من اهدى مكان في العالم. هذا مكان في العالم، وده اللي احنا بنحاول نعمله. مكان هادي جدا يعني. طيب انا انتوا عارفين انا دكتور كويس، دكتور عندي دكتوراه كويس، بس دكتور لو حطيت دكتور نقطه يبقى دكتور. فانا طبعا بنتي دكتوره سنان سلمى، انا شايف ان من حقي فوات كتيره جدا اتدخل، لان ساعات بحس ان هي مع احترامي ليكي، في بعد ما احترامي بالله بخاف، مع احترامي ان هي ساعات بتعمل حاجات معينه، ولا هي بتتكلم على حاجه ليها دعوه بعيان بتعمل له حاجه ولا مش عارف ايه، بحس كده. فانت بتقول لي رايك الطبي طبعا، رايي الطبي كدكتور. ايوه انا فاهم كويس. بيحصل بينا دايما اختلافات في هذا الامر، وهي شايفه لا ما تتدخلش، زي ما هي برضو بكل بساطه بتحب تفتي جدا في شغلي، اللي هي انا اسف في اللفظ جاهله فيه تماما، اللي هو اعاده الهيكله والتطوير المؤسسي وكلام من ده. مشكله كبيره جدا لما يكون الاب والبنت او الابن او كده فاهمين شغل بعض او في نفس المجال، وهي مرتبطه كمان بالكارير تشويس، ان احنا كمان اختيارات الكارير لاي حد هو بيفكر تلقائيا المثل الاعلى بالنسبه له اهله. هو شايف حد في العيله ناجح في مجال معين عايز ابقى زيه، هي فيها تحديات، صعوبه ان احنا اتنين بنتكلم في نفس الموضوع، احنا الاتنين عندنا اراء مختلفه مع تغيير الاجيال وكل حاجه، حساسيه ان احنا في نفس حاجات كتيره قوي. انت فكرتيش تشتغلي في المجال بتاعي قبل كده؟ انا شايفه ان ده كان احسن. صح. لان يعني ممكن تبقى بنفيت طبعا، تبقى ميزه وتاخد منها حاجات كتير قوي، بس في حاجات تانية ممكن تبقى صعبه قوي. انت فكرت في وقت تخش في مجال الاذاعه، بس ما يعني انا حاولت كمان اقتلهولك ايام ما كنتش مبسوط بحاجه زي كده. لا يعني مش عارفه بصراحه كان الدايناميك هيبقى ايه. بس احنا دلوقتي بعاد قوي عن بعض، فبرضه يمكن دي مشكله، لان انا ممكن اكون عايزه سبورت زياده بس مش عارفه الاقيه. بعاد كمسافه عشان انت ساكن في بلد تاني. ايوه دي حاجه تانية. طيب. فاحنا طبعا النهارده عندنا حاله حقيقيه لنموذج من اجمل ما يمكن واصعب ما يمكن اكيد. فانا اعرف الاثنين كويس. الاولاني الاب نجم جميل جدا، قدم عمل تاريخ عبقري في كره القدم المصريه والافريقيه والعالميه، كابتن ونجم مصر ونادي الزمالك، كابتن طارق يحيى، منورنا. اهلا بيك حبيبي، الله يخليك. والناحيه الثانيه بقى ابنه بقى، هو كان زميل سلمى في المدرسه سين طويل، عبد الرحمن من هو سنه صغير جدا كان انا بسميه فيلسوف، دايما بيفكر في كل حاجه بعمق، عايز يعرف دايما اللي ورا الحاجات دي هي جت منين. ولما فكر في حاجه والثانيه والثالثه والرابعه، لقيناه في يوم من الايام، هو عندي على الفيسبوك لقيته في يوم من الايام بيتكلم في حاجات تقنيه جدا وتكنيكال جدا في مجال كره القدم. بعدين فجاه لقيته اللي هو لا ده بقى داخل في المجال ضالع فيه بكل الصور. الكابتن عبد الرحمن طارق يحيى، منورنا يا عبد الرحمن. ازيك؟ ربنا يخليك يا دكتور. فانا هبدا الاول بالكبير، الاب. طبعا التحدي اللي احنا فيه ده، انت عندك في بيتنا، هو دلوقتي خلاص ما شاء الله اتجوز وخلف كمان، خلاك جدا ما شاء الله. بس في بيتنا مش هقول منافس، بس يعني زميل، وفي نفس الوقت ده ابني. تحدي عامل ازاي؟ لا هو مش تحدي قد ما هو يعني الفكر واحد والكارير واحد. هو لما اختار كارير الكوره او يخش في القصه دي، انا ما اعرفش دوافعه ايه كانت ايه لغايه دلوقتي. يعني انا ما اعرفش دوافعه كانت ايه ان هو حب المجال ده. ومجال صعب جدا بالظبط، عنده يعني كميه ضغوط غير طبيعيه. غير طبيعيه يعني. ممكن انت بتشوف مدربين دلوقتي بيقعوا على الخط كده وحاجات كده. ايوه بالظبط. كوره تخش كوره تضيع، ممكن هو مستقبله متعلق على المستشفى على طول. بالظبط. فهو اختار الكارير ده. انا ما قلتلوش يختاره، ما زقتوش في الاتجاه لا خالص. انا بص ولادي الاثنين يعني قصه ان هو يروح فين او يجي منين، انا دوري انتهى لغايه لما اتخرج. مش دوري انتهى يعني الاراء بالظبط. هو بقى رؤيته ايه، شايف ايه، عايز يروح فين. دي حاجات انا سبتها لهم. حلو. انا وامهم يعني. فالقصه ان علمنا كويس الحمد لله، واستثمرنا فيهم بالشكل الحمد لله بفضل كبير جدا. احسن مدارس، احسن جامعات، وبعدين بقى في الاخر طريقه بقى. روح انت بقى، انت زي ما انت بس حضرتك لقيته في يوم بابا انا هشتغل في كده. عبد الرحمن كان مختلف عن احمد. حتى وانا بلعب بعد ما بطلت يعني وبقيت مدرب، لقيته هو قريب من القصه شويه، وبيجي يتكلم معايا وبتاع يعني مثلا انا عملت تغيير مش كويس، يا بابا النهارده التغيير ده مش عارف طب انت لو عملت كذا. فلقيته هو عنده الايه التالنت بتاع الملكه دي. الملكه دي، النظره للموضوع. بالظبط. فخلاص هو اختار الكارير بتاعه وبدا يشتغل من خلاله. في اختلاف كبير جدا بقى
عن اللي انا اتعلمته وهو اتعلمه. بالظبط. لان زماننا غير زمانهم. بالظبط صح. فبالتالي هو سافر انجلترا وخد دورات كتيره بره وتعلم كويس قوي، وبعدين بدا بقى ايه، عارف انت التحول، هو انا يستفيد مني، انا بقيت استفيد منه. تبادلنا الخبرات بقى. تقبلتها بتبقى برضه كبيره علينا مع خبرتك ما شاء الله. انا سعيد جدا. انا ببقى في منتهى السعاده ان هو بيقول معلومه مثلا غايبه عني مثلا، او بمعنى اصح يجي يتفرج على مباراه مثلا وانا مدرب فاهم، اتفرج عليها سواء في التلفزيون او سواء في الملعب. ساعات كان بيجي كتير يجي وما زال بيجي الملعب لغايه دلوقتي يعني. فبيقعد يتفرج وبيجي يقول لي كذا 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 كذا. بالعكس دي حاجه كويسه جدا، وزي ما بقول لك الفكر واحد وهي مش زي ما انت قلت، مش ما بتعبش او ما بتضايقش، بالعكس انا سعيد جدا لما بيجي يقول معلومه. حلو. فاهمني؟ احنا كل يوم بنتعلم يا دكتور يعني. صح. القصه صح. مش ان انت بقيت مدرب ووصلت مثلا بقيت مدير فني للزمالك او منتخب مصر او خلاص انتهى. بالعكس كل يوم العلم بيتطور حتى في الكوره يعني. بالظبط. الكوره بقت علم. بالظبط دلوقتي. عشان كده هو لما راح دورات في انجلترا ويلز تقريبا ولا فين؟ انجلترا وويلز. انجلترا وويلز فاهم. القصه يعني كانت بالنسبه لي انا عايز اعرف هو هياخد ايه. فتحت حاجه ثانيه بالظبط. فلما كان بنيجي نقعد مع بعض وبنتكلم، لا زي ما هو استفاد مني انا بستفيد منه. مش انا عايز اقف عند الحته دي عشان بس تاخدي بالك اولا كبير المحترم، بس هي كده مش هتستفيد منك ولا انت هتستفيد منك. انا بس بوضح لها بس ادي الراجل الكبار مختلف تماما يعني. الراجل من اول لحظه قال لك ايه انا بتعلم. احنا ككبار بس مش كل الناس بتعترف بحاجه زي دي. صح معلش لا بس احنا كبار لو لقينا الولاد بيقولوا حاجه منطقيه اكيد هنسمع. ايوه بس دي حاجه كويسه قوي، بس انا مش شايفه ان كل يعني مش كل الجيل بتاعكم طبعا ربنا يبارك فيكم برضه دي مش سهله. بس هقول لك هي مش قصه جيل، هي قصه فكر وتربيه. بالظبط فاهمني يعني. انا مش القصه بالنسبه لي سهله جدا وبسيطه. طب قول لنا هو مختلف يعني. هو قبل ما تقول لنا اختلاف وكمان هتقول لنا انت ايه اللي خلاك تخش في حاجه زي كده؟ ايه اللي رغم ان كمان خليني اضيف على السؤال، انت شايف الملعب من أسوأ ما يمكن، ملعب كرة القدم كله على بعض، شايف الضغط عليه بقلة الأدب، بالضغوط الرهيبة، بالشتيمة من ناس مش فاهمة حاجة، ضغط. شايف والدك في ضغط عصبي كتير بيبقى على أعصابه ومتضايق. ايه اللي كان الإغراء بالنسبة لك حاجة زي كده؟ هو في سببين. السبب الأولاني ان انا كنت بشوف كابتن طارق وهو بيشتغل دايما كان عنده طريقة في الشغل ان هو دايما بيخش يصلح المكان اللي هو داخله. بالظبط. يعني انا اتربيت على زي ما بيقولوا على ورك اثيك او طريقه شغل. حلو. من غير ما اعرف. يعني هو كان بيخش المكان اصغر التفاصيل، ممكن مثلا يلاقي الدش في اوضه اللبس مثلا مش مظبوط يجيب حد يصلحه. يلاقي مش عارف البلاطه مكسوره، حاجات مش مطلوبه منه بس هي المناخ كله ما شاء الله. بالظبط. هو بيحاول بقدر الامكان يهيئ المناخ كله للنجاح. لان في الاول وفي الاخر اللعيبه دي زي اكنك مدور شركه صغيره. بالظبط كده. ففي حاجات كتير قوي بتبقى تفاصيل صغيره هو بيهتم بيها. فده حببني في القصه ان انت ممكن فعلا تغير مجموعه من البني ادمين. وشفت ده معاه، شفت لعيبه دلوقتي كلهم بقى مدربين، ومن النادر ان انت تلاقي مدرب خارج من تحت ايده مدربين كتير من وقت اللعب. يعني معظم الجيل اللي هو مرنه في اوائل الالفينات 2006 2007 لحد 2013 معظم الجيل ده دلوقتي كلهم بقى مدربين ومدربين شاطرين جدا، واشتغلوا في نادي الزمالك واشتغلوا مع اجانب واشتغلوا في منتخب مصر ما شاء الله. فليه؟ لان هو كان بيخلق بيئه تحببك في القصه. فانا من غير ما بلا شعور حبيت القصه، لانه كانت البيئه حلوه. كنت تروح تلاقي هزار وتلاقي ضحك وتلاقي قفش في اوقات وتلاقي زعل في اوقات وتلاقي، فحسيت ان هو بيعمل حاجه حلوه. طيب بص، وانت داخل في القصه دي لما بدات، وانا عايز اسمع ان دي حاجه حلوه برضه في حق الوالد بقى، ان هو انت تلقائيا بابا على فكره انت كان ممكن تعمل كذا في ماتش ولا غيره. انت كنتش قلقان انت بتعمل حاجه زي كده؟ انت هتعدل عليه او انت يعني وهو راجل كبير ما شاء الله وقامه كبيره في حاجه زي كده وخبره بتاعته يعني يعني اكتر منك بسنين. يعني هو من وانا صغير وانا عندي ملكه شويه الكلام مع الجيل الاكبر. يعني بعرف تعرف تلعبهم. بعرف طيب. فكنت دايما اساله ايه الاخبار الماتش ايه اللي حصل. فهو الاول ايه بيدخلوا من حته كده ايه يقعد يحكي ومش عارف ايه وايه
غالبا 90% من الكومنتات اللي عندي بتروح، لان انا بفهم ايوه هو عملها ليه، هو عملها ليه. الله عليك، دي مهمه جدا دي كمان يا جماعه. الصبر ايوه، مخ مش سهل برضه. ايوه بس ثانيه واحده بس، ما هو ده الصبر، لو صبر القاتل على المقتول. المشكله دايما بتحصل، مش عايز الومكم برضو كجيل، بس بتلاقي ان انت هتلاقيهم على السوشيال ميديا يا عم ده كارثه طلع فلان. طب ممكن تسال بس قبليها صح. كان ايه المنطق؟ صح. هتفرق، بس الاستعجال اللي يطلع منه بقى ايه؟ صحيح صح. عنوان كبير كده ده لا يصلح، لا صح. لا ده ضيعنا النهارده. لا. فكويس انت عندك الحته دي، عايز تعرف برضو جت منين الاول يعني. لان اوقات مثلا عمل تغييره مثلا، لعيب كان كويس جدا، فانا عايز اقول له انت غيرته ليه، بس مش اقول له انت غيرته ليه، بقول له انت ايه بيقول لي مثلا ايه، وبعدين بين الشوطين اشتكى قال انا تعبان وانا عندي الماتش الجاي مهم فخرجته، فتكتشف ان هو خرج، هو مش تغييره وحشه، هو عمل حاجه عشان ليها لوجيك يعني. ممكن اسال سؤال برضو؟ يعني انا حاسه ان انا طبعا مش حتتي طبعا، انا هاخد باك سيت طبعا يعني. بس يعني والله كنت على قد زمان، كنت بحاول صح. كانت تيجي تروح جايبه لي كده ايه، بابي هو النهارده ليفربول لما اتغلب 3 جاب الجون الثاني ازاي؟ هو اتغلب 3 اسئله كده يعني حرام عليك. طيب ماشي عايزه توريني انا هكلم هسال سؤال عام. اتفضلي يا هند. طيب انا عشان عارفه عبد الرحمن واحنا في المدرسه وكده، وانا فاكره انت كنت بتلعب كوره، بتحب اللعب قوي. ايه اللي حصل ان انت لا تغير بقى، لا خلاص انا مش عايزه العب او مش هحاول في الحته دي، وان انت تتجه في الاتجاه اللي انت رحت فيه؟ هي مشكله عامه شويه يعني، واعتقد كابتن طارق هيبقى لامسها قوي يعني. اللعب في مصر عامه حاجه مش سهله خالص، لان الاماكن المتاحه قليله جدا والطلب كبير جدا، فلازم تبقى تالنتد او موهوب بقدر كبير جدا، ولازم تبقى مثابر يعني قطع حياتك للكوره فروم اي تو زد يعني. وانت عندك التحدي الكبير ان في الاخر يقولوا هو ده ابن كابتن طارق. هي في نقطه مهمه جدا اللي لسه هتكلم مع حضرتك قلت عليها. انا اولادي الاثنين كانوا لعيبه كوره كويسه جدا ما شاء الله، بس هم عانوا معاناه شديده جوه نادي الزمالك عشان دول ولاد طارق يحيى بالظبط. فالمدرب لما كان يجي يلعب مثلا عبد الرحمن او احمد، ده بيلعب عشان خاطر ابن، فهو نفسيا بيتاذى. وفي نفس الوقت برضو المدرب ما بيتقبلش هذا الكلام من رئيس القطاع. رئيس القطاع يقول انت بتلعب عشان، وبعدين غلط عبد الرحمن في الماتش، واحمد مثلا على سبيل المثال غلطهم اكبر من اي حد تاني بالظبط. فاهمني؟ فانت هو بيتعاقب على طول بالظبط، هو بيتعاقب عشان هو ابن طارق يحيى، مش علشان هو لعيب كويس. وعبد الرحمن كان ديفندر كويس جدا وعنده رؤيه. بس مشكلته ان هو واخوه ان عانوا معاناه عشان ولاد معاناه عكسيه يعني. فالمدرب مش عايز يلعبه عشان ما يجاملش فلان، ما يتقالش عليه انه بيجامل فلان. فدي نقطه مهمه جدا. دي سؤالك يا سلمى، هو ده اللي خلى عبد الرحمن تحول ياخد سكه مختلفه شويه. هي نفس الكارير بس ايه يعني، من لعيب كوره لمدرب. لانه ما كملش في لعيب الكوره لمعاناته النفسيه من اثر ان ابوه كان لعيب كوره صعبه طبعا. فالمدربين بيلعبوه مجامله لفلان، وحشه جدا يعني. طب انا بس هيجي الجمهور حتى كمان يلوم على المدرب بالظبط بعد الجماهير. انت بتلعب، يجي بقى الاولياء الامور كمان. المشكله الكبيره في القطاع الناشئين. برافو عليك. دول بقى مش عايز دول يعني انا كنت ماسك قطاع الكوره في نادي الزمالك، قطاع الناشئين 3 قطاعات، المدرسه والاساسيه والناشئين والاكاديميات. اسوأ حاجه كنت بقابلها اولياء الامور. يا خبر يا خبر. فدول بقى مش عايز اقول لك، ويضربوا فيك مذكرات قد كده، شكاوى. تلاقي رئيس النادي جايب لك شكاوى قد كده ويقعدوا يكتبوها دي على الاكاديميه. لا ويفتري عليك، يقول لك ده قابلني وخد مني فلوس، ده قابلني وشتمني، ده حاجات بقى ايه، حاجات بقى كلها من مامة محمود بس والستات اكتر. طبعا لو ست بتفتي. انا بقول لكم في نادي الجزيره الامهات السباحه تلاقي الست داخل يا كابتن الكرول بتاع ابني مش مظبوط. انت عمرك ما نزلتي بانيو يعني، ما دخلتش مش حمام سباحه. فاولياء الامور كمان لما يلاقوا عبد الرحمن بيلعب على ابنه مثلا او ابنها، تعالى لي بقى ده بيطلع عشان الطريق المدرب يقعده. هو الولاد عنهم معاناه شديده. احمد كان بيجي يعيط. والله. وعبد الرحمن يمكن ما عاش الفتره دي، ان عبد الرحمن قرا الجيم من بدري فبدا يبعد عنه. فبدا يبعد عنه. انا عايز اسال حضرتك بقى سؤال تاني. طب دلوقتي الوضع اتعكس، هو مشي في السكه اللي حضرتك برضو ما شاء الله في التدريب وصلت لحاجه كويسه جدا على مستوى عالي كل حاجه. اكيد برضو حضرتك مهما جميل طبعا هتتعلم منه حاجات وغيره، بس انت برضو في بعض الاوقات عايز ايه تقول له، توجهه. طب اعمل كذا. طب ما فكرتش مثلا ما تمشي في سكه الاكاديميات والفرق، تاخد فرقه او بتعمل ايه في اللحظه دي؟ بتوصلها له ازاي؟ بص هقول لك على حاجه والله، مش يعني انا صادق في كلامي يعني.
في الجزئيه بتاعت قطاع البراعم والناشئين انا بستفيد من عبد الرحمن اكتر ما هو بيستفيد مني، لان انا اوريدي ما اشتغلتش القصه دي غير فتره قصيره قوي. انا كل تعاملي مع السن الكبير. يمكن بدات بداياتي في التسعينات مثلا وانا مدرب ناشئين، ما قعدتش كتير لان انا الحمد لله طلعت بره على طول، مش بره مصر يعني، طلعت بره الكارير بتاع الناشئين ده على طول. مسكت فرق اولى على طول. فمسكت من الدرجه الثالثه لغايه الزمالك فريق اول مثلا في الكونفدراليه. فاهمني؟ اعلى حاجه بالنسبه لاي مدرب انك تشتغل في بطوله افريقيه قاريه يعني. فالسن عبد الرحمن هو لما طلع وتعلم واشتغل وبدا يمارس الشغل على ارض الواقع، هو مختلف في طريقته حتى. يعني مثلا كان عمل هو اكاديميه، هو حد صاحبه بيعلموا الولاد الاول. تعليم صغيرين خالص. تعليم مش كوره، حتى مش كوره انسانيه، يعني كوره مع الدراسه بالظبط. فدي برضو حته كنا مفتقدينها جدا زمان. طبعا سوري انا معلش يعني، لما يجي زمان لما كان بيجي مثلا يتقدم لعيب كوره لاي حد بنوته ولا حاجه يترفض. قصه بالظبط. اصلا معهوش بقى شهاده. برافو عليك. يعني ما يترفض. حتى لو معاه بيقول لك ده لعيب كوره. لعيب كوره ايه شغلتك؟ ايه لعيب كوره؟ طب هتلعب فاهم؟ فكان الامور فيها شك شويه. وعلى طول في الخوف اللي هو لو جاله اصابه ما عرفش يكمل الحياه هتمشي ازاي. بالظبط. لكن دراسه مع الكوره كانت مهمه جدا. فهو خد القصه دي. فدي حاجات زي ما حضرتك قلت كده يا دكتور، اختلاف الزمن واختلاف المعطيات اللي حواليك، فاهمني؟ بالتاكيد بتديك ثقافات مختلفه. جميل. وحضرتك الجميل ان حضرتك تقبلت كمان، دي الفكره. انت بالعكس انا ببقى سعيد يعني. يعني انا ببقى سعيد مثلا ان عبد الرحمن لما بيجي يقعد معايا بيقول لي حاجات ممكن تكون مش انا ما درستهاش مثلا. بالظبط. لان هو بصيت لها بنظره مختلفه. بالظبط. او انا اتعاملت مع الموقف ده تعامل مختلف. هو كان المفروض يتعامل الموقف اللي قاله عبد الرحمن مثلا. فهي قصه مش بنقعد نتناقش وبنتكلم. حضرتك قلت كلمه انا عارف ان حضرتك بس مختلف عن سلمى وسلمى مختلف عنك. فانتوا دلوقتي بتحسدونا انا فاهم، بس هنعديها يعني مفيش مشكله. انا في بيني وبينها حاجات كتيره. على الاقل ليا حقوق عندها كتير. على الاقل مدرب دلوقتي ليها معنى واحد. مش تقول لي دكتور بس مش دكتور على فكره بشري. مش دكتور اداره. هي مش دكتور. خلاص وقفنا على كلمه دكتور، ما تقوليش اللي بعد كده. خلي بالك الاثنين دكتور اداره ودكتور طب عادي يعني من اصعب ما يمكن. خلي بالك. ايوه بالظبط. بس انا نقف عند كلمه دكتور. ما بوصل بس هي صعبه. طب انا عايز ارجع لك عبد الرحمن، حته جميله جدا بالنسبه للشباب بقى، دي مهمه قوي بالنسبه لي. انت دخلت في مجال زي ما كابتن طارق بيقول كده، اي لعيب لاعب بقرشين حتى فرقه درجه رابعه خرج تقاعد بقى مدرب كويس. ما كانش ليه اي قواعد في مصر. بيحاولوا يعملوا موضوع اللي هو السيرتيفيكيشن والشهادات، بس العمليه صعبه. انت قررت تعمل لنفسك براند مختلف. فكرت فيها ازاي وعملت ايه عشان توصل ان انت يبقى فعلا لا جدع ده يا جماعه، ده مش مدرب عادي، ده خبير في كذا؟ عملت ايه وفي سن صغير ما شاء الله؟ هي الدخله كانت مختلفه شويه، لانه انا كنت برضو بشوف اللعيبه وطريقه تفكيرهم وطريقه تعليمهم، فايقنت ان الموضوع من تحت بقى. يعني الموضوع محتاج شغل من بدري. فابتديت افهم التراك كله ماشي ازاي. يعني الولد او البنت من اول سن 4 أو 5 سنين بيعملوا ايه عشان يبقوا لعيب الكوره. وكان صادف في نفس الوقت انه في دول تانية ابتدت تفكر، من ضمنهم انجلترا. كانت لسه انجلترا على فكره شبه مصر جدا في الكوره قبل 2017. يعني كانوا نفس المشاكل. عندهم برضو مشاكل في الملاعب، عندهم مشاكل في طريقه التدريب، وما بيطلعوش لعيبه على الدوري الانجليزي قوي طبعا جدا. كله بالظبط. فعملوا زي ريسيرش طويل جدا وبحث طويل جدا على ازاي نطلع لعيب كوره صح من صغره لحد اما يكبر. حلو. فصادف ان اول ما رحت انجلترا كان اول رنايه من الكورسات طالعه اللي هي الجديده الفريش يعني. فكانوا مهتمين بيها جدا، وكانوا الناس الانستراكتورز او الناس اللي هم المحاضرين كانوا ناس كويسين جدا. ففهمت القصه بتمشي ازاي، ان انت ازاي من سن صغير. طب بس انت عشان تيجي تطلق هذا النموذج في بلد احنا زي ما تماما وعشوائيين قوي في الحته دي وبنقلبها وخلاص، والاعلام هو اللي بيبرز. بس احنا محتاجين كده. بس كان محتاجه منك برضو ايه شويه جرأه وصبر هو عاده
يعني في مصر اللي انا حسيته يعني في ال 30 سنه اللي انا عشتهم دول يعني ان المشكله بتقعد تتفاقم 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 تكبر 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 بس بتكبر الى حد كبير جدا وغالبا بيطلع نموذج او اتنين يقولوا يا جماعه حل المشكله موجود. مش بتكلم عليا انا بتكلم مثلا على اكاديميات بدون ذكر اسامي او انديه ابتدت تشتغل صح في المجال ده وابتدوا فعلا ياخدوا الولاد من وهم صغيرين ويشتغلوا معاهم صح يعلموهم بجد. فانا كنت محتاجه ريسورسز قويه وفاينانشال والله ما اعتقدش يعني ما اعتقدش دايما هو الجزء المالي قوي يعني اعتقد من غير الفكر تخطيط فلوس ما بتعملش حاجه الاثنين طبعا الاثنين لازم يبقى فيه فكر لازم يبقى فيه ماده لان اساس كل حاجه دلوقتي الماده مش عشان تدي الولد الفلوس لا عشان توفر له عيشه كويسه اكل وتوفر له امكانيات كويسه يعني انا اعرف اكاديميات عاملين فنادق داخل الاكاديميه يمكن عبد الرحمن احنا مش عايزين نذكر بس عشان مشكله هو مش يعني اعلان هم هي اكاديميه كويسه محترمه جدا وبدات تنتهج النهج اللي عبد الرحمن اللي حضرتك قلت لعبد الرحمن عليه انه عامل فندق داخل النادي او الكومباوند اللي هو فيه وعامل مدرسه وبيعلمهم وبعدين بقى دي مهمه جدا في ايه في انك انت بتثقف الولد وفي نفس الوقت بتعلمه اللغه عشان لانك انت هيحترف بالظبط يعني عندنا نموذج كبير جدا دلوقتي احد اللعيبه في النادي الاهلي اسمه محمد عبد المنعم وسافر نادي نيس فرنسا عنده مشكله كبيره في اللغه مش عارف يتعلم كمان مش انجلش مثلا في حاجه برافو عليك عارفينها يعني فهي قصه كذا لعيب سافر وكان عنده نفس المشكله بيرجع عمرو زكي زمان ده احدث واحد بالظبط يعني حتى محمد عمرو صلاح زكي مختلف بس خد فتره على يعني محمد عبد المنعم عنده مشكله في الثقافه ان هو يتعلم اللغه الفرنسيه وبالتالي مش قادر يتعايش مش قادر يلعب ونفسيا هو تعبان مش قادر يأدي فالامور بالنسبه له كلامه مع المدربين وكل حاجه بالظبط بالكامل فرق مثلا مع محمد صلاح يعني علم نفسه بقى بس يعني ده اشتغل على نفسه في كل حاجه اشتغل على نفسه طبعا كل حاجه اراده محمد صلاح عانى محمد صلاح كان في بازل في سويسرا لغه برضه لغه مختلفه تماما يعني الانجليش قول ممكن سهل تلقطه لكن انت في سويسرا انت ناس بتتكلم فرنش على الماني على موضوع صعب عايز اسال بقى على حاجه بقى عشان برضه احنا كاولياء امور بنتعب يعني كاولياء امور حاسه انت دلوقتي في المدرسه تاني ابهات معلش ابهات بيبقى نفسنا في كل حاجه ابني ولا بنتي يطلبها. انا هحكي لكم قصه كوميديه صغيره وقت الفرح بتاع سلمى كان ايام موضوع الكورونا وكده وبعدين هي بتكلمني في يوم كده وبعدين كنا بنشوف بقى فنادق ايامها والدنيا صعبه وكده فتقول لي فبعتت لي مره رساله كده او بتكلمني في التليفون تقول لي بص يا بابي انا رحت شفت المكان ده والمكان ده والمكان ده وبعدين لقيت المكان ده يعني هو التكلفه مش تبقى عاليه قوي 800. انا سمعت 800 قلت 800,000 ده انا هبيع بيتي وكل ما املك عشان اخلصها جوازه. لا طبعا يا سلمى يا حبيبتي تحت امر كل حاجه تمام. وقفلت كل تفكيري بعديها انا هبيع ايه هعمل ايه عشان الجوازه دي لغايه لما الحمد لله بعديها بساعه كده هي بتاعت تقول لي ف 800 على الفرد ده غالي قوي ممكن انزله. بس انوه على حاجه ده كان من 4 سنين انا مش عارفه دلوقتي الافراح بكام ربنا يستر. بس انا سمعت الرقم انا كنت فاكر 800,000 بس انت دايما كأب او الام برضه نفس القصه. انا نفسي جدا ادي كل حاجه لابني. لا وعلى فكره برضو يعني برضو يا سلمى عشان حته الجواز وكده ما هو الفرح خلينا نعترف هو قصه وحتى بالنسبه للناس اللي هي هنقول ولاد الناس الطبيعيين كده بقت تكلفه كبيره جدا بتوصل 300 و400 ولازم كوجاهه اجتماعيه وحاجات كتير جدا وفرحه البنت هتتعمل كده. ففكره جميله زي لونز دي تمويل ده تمويل جميل جدا هيقدر يحل لك مشكله انسانيه ومش مشكله هيحولها حاجه حلوه. لا مش مشكله ان انت بتبدا حياتك من ناحيه افراح او اي حاجه وبرده انا حاسه ان احنا جوازنا في نفس الوقت فممكن كمان دلوقتي يبقى الموضوع طبعا هي تقيله جدا على الاهالي وكل حاجه. وبرده ممكن عبد الرحمن يقول لنا يعني تكلفه حاجه في المجال بتاع كوره ايه بس ان انت تاخد بقى لنفسك. بس مع الكابتن بتقول الشهادات بتكلف قد ايه كتير يعني اللايسنس ايه دلوقتي مثلا هي معموله في المغرب تعمل في المغرب مثلا لو انت طلعت خدتها في خلال سنه مش اقل من 500-600 الف جنيه. يا خبر. بس هي ليها قيمه بتغير قيمه جدا. ما هو دي بقى اللايسنس دي بتاهلك انت تتدرب في الدول العربيه هتفتح لك بقى بتفتح لك ابواب كتيره جدا لان دلوقتي اللي معهوش اللايسنس ايه ما يشتغلش في الدول العربيه بعض الدول العربيه مش كلها يعني كانها زي او على الاقل مش عندنا معادله بتشتغل في السكند ديفيجن بس تشتغلش في الفيرست ديفيجن في الدول العربيه. في السعوديه مثلا ما ينفعش تمسك فرقه لو معاك الايه الافريقي دي مهمه جدا يعني بيتكلم على اي تطوير شخصي او استثمار
في الشخص لنفسه كبيره جدا. يعني لونز والبي البرو اعتقد البرو يا دكتور في قصدي البرو دورة البرو. في ناس كتيره جدا دلوقتي مدربين بيبقوا نفسهم ان هم يتعلموا الرخص التدريبيه، وبيبقى محتاج مبلغ عشان يقدر يسافر. زي ما سلمى خدت الكورس بتاع انا بالنسبه لي عشان اخد هو البورد ده اصلا انت لسه بس افكر انا في الموضوع ده برضو افكر فيه جد ناخد البرو دي برضو معانا. طبعا جميله طبعا. انا عارف ان الكورسات دي تطلع كلمه تطلع يعني تقيله عليك طبعا، سفريه وقاعد بره مصر. لو انت جيت النهارده مثلا فكرت عايز تعمل اكاديميه ولا غيره، تفكيرك الاولاني ايه؟ اكيد طبعا اول حاجه افكر ابويا وامي، هو ده بيتي طبعا. بس بتفكر فيها ازاي؟ هو السفر مختلف عن بدايه البيزنس يعني طبعا. بدايه البيزنس ما كان احنا فكرنا دايما بدايه الاكاديميه كانت انه تعالى نبتدي حاجه في مكان هو محتاج الكلام ده بيسند معاك يعني. فروحنا في حته بعيده شويه فما كانش فيه احتياج ان احنا نحط فلوس يعني وحتى انا فاكر وقتها على موضوع اختلاف الاجيال وكده كانت خناقه جامده جدا يعني ان انت انا كنت هستقيل بقى من شغلي واروح هتسيب شغلك يا ابني وهتروح تعمل مش عارف ايه. فقلت لهم بصوا انا هعمل معاكم حاجه لذيذه قوي انا يعني، وهو حتى اعتقد مش ممكن ما يفتكرش الموقف ده يعني. قلت له بص انا هعتبركم انتوا ناس يعني مستثمرين وكده وهقابلكم في الصاله الساعه كذا وهعمل لكم زي تقديم صغير كده عن انا عايز اعمل ايه في حياتي عامه. حلو. بس وقعدت احمد اخويا وابويا وامي وقعدنا كلنا قلت لهم يا جماعه والله كذا 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 كذا. مين قالك ان انا مش فاكر؟ لا يعني ممكن ما تتنسي يعني. انا عايز اقول لك ان هو ساعتها بيكون من جوه عمال بياكل في نفسه وراسم لك دور انا عادي، بس هو هيموت عايز يطمن يعني. لا يعني انا كنت هسيب بقى شغلي كله وده برضو يعني خطوه مش سهله يعني خطوه مش سهله، بس يعني عشان برضو اللي بيسمع ممكن يكون حاسس انه يعني عشان ساعات اللي هو سبت شغلي وبدات بيزنس دي بقت حاجه يعني عادي منتشره وان انت يعني انت هي فكره ان انت هتاخد ريسك ولا كالكوليتد ريسك يعني محسوبه. الفكره لازم ان انت بتعمل لهم العرض معناه ان انت ايه عندك فاهم بتعمل في خطه وعنده رؤيه وخطه في حاجه يعني. وابتدينا القصه بزيرو كابيتال مش محتاجين فلوس يعني وابتدينا بقى نشتغل على التسويق وازاي نجيب الناس وكده، واشتغلنا شويه لحد اما صدفه ان انا قابلت حد فالحد ده قال لي انت بتعمل ايه؟ قلت له كذا كذا، قال لي طب تعالى. وكانت بدايه شغلي في نادي الجونه يعني حلو ان هي على طول النقله دي. بس هي الميزه ان انت كنت ابتديت حاجه على الارض فعندك جميل جدا موديل خبرات جميل يعني. جدا. طيب. السفر بقى قصه مختلفه طبعًا يعني طبعًا بتفتح الدماغ وكده، فده بيبقى استثمار يعني. وانا عجباني الفكره دي. وعلى فكره احنا عندنا في برودكت معين برضه يا سلمى بنتكلم عن حاجه زي كده. ايوه اي ثينك هو لونز اكتر حاجه هتبقى اللي هو تمويل. فالفكره فيه برضه حاجه من الحاجات الجميله بتاعت فاليو ان هو الفكره فيه ان هو بيقدر يعمل لك تمويل لغايه بنتكلم على كام؟ لا احنا ممكن من ستارتنج 300000 انت بتتكلم لو انت النهارده عايز. وعلى فكره للاسف طبعا مش هقول للاسف، هي الدنيا طبعا كل زمن بزمنه وزي ما كابتن طارق تفضل وقال هي كل حاجه ليها تكلفه. الماده مهمه جدا. لو انا عايز اعمل اكاديميه بحد ادنى احط فيها اجهزه وحاجات ولا غيره هحتاج التمويل. هي الوسيله بتاعتك ان انت هتوصل بقى اللي انت عايز تسرع المسار، هتخليه على الاقل انت بادئ صح. لان انا بيصعب عليا كتير جدا جدا الولاد يكون بادئ في الطريق بتاعه ومن اول خطوه اتبهدل عشان مش قادر يوفر الاساسيات. ما عندوش او على فكره يعني دلوقتي الحمد لله انتوا ربنا يخليكم لينا وكل حاجه، بس في ناس تانية ممكن ما يبقوش عندهم حد الاب اللي ممكن يسنده كمان بالظبط. او بابا موجود بس هيقول له والله انا بالنسبه لي مش ما عنديش حاجه. احنا بنروح بقى للناس دول احنا بنروح لهم بالظبط يعني الناس اللي هي مش قادره توصل زي ما انتوا بتقولوا بالظبط. احنا كمدربين على مستوى قطاعات الناشئين بنروح لهم بلادهم. برافو عليك. الفكره دي يمكن اول حد عملها كان نادي الزمالك. ان احنا عملنا ايه؟ عملنا حاجه اسمها اختبارات الكوره في المحافظات. حلو. تروح لغايه عنده. احنا نروح لغايه اسوان. بالظبط. جميل. من اسوان لغايه دمياط مثلا. فاهم اللي هو يعني بطول مصر كلها. طبعا جميل جدا. وخلي بالك مش محافظات بس، نجوع وكره. دي مهمه جدا. ليه؟ لان في ابهات اولياء امور ما عندهمش قدره ماليه انه يجيب ابنه القاهره. بالزبط. حتى كده يعني برافو عليك. يعني يجيب القاهره عشان يختبر في الزمالك، وممكن جدا يعني يتقابل مقابله مش حلوه في اي نادي. صح. او يتعامل معامله مش حلوه بمعنى صح انه ما يخشش النادي اساسا، ما يعرفش يخش الهيئه او اي حاجه. برافو عليك. فاحنا بنروح لهم هناك، احنا بنشوف اولاد لابسين يعني حاجات متواضعه جدا. حاجات متواضعه جدا. بالعكس ما عنديش مشكله، بس انا بشوف موهبه بختارها. حرام بالظبط ما يوصلش. السعاده بقى انت كمدرب في ما بتشوف الاب والام
فرحانين قد ايه طبعا بانك انت اخترت ابنهم. طبعا بتغير حياته تماما. ده حاجه مش عايز اقول لك، انا عاوز اقول لك على حاجه. انا عندنا لعيب ناشئ في نادي الزمالك، مش هقول اسمه طبعا. والله العظيم يا دكتور، والده ربنا يخليه له يعني كان كل يوم طبعا والده موظف عادي يعني فعنده موتوسيكل فبيجيب الولد على الموتوسيكل. انا خايف على الولد طبعا، الموتوسيكل ده مشكله خطيره طبعا جدا طبعا. فبقول له يا حاج بعد اذنك يعني معلش ما تزعلش مني، تاكسي يعني او بتاع. قال لي يا كابتن اجيبها منين؟ خلي بالك هداف الفرقه. والله هداف سنه. واحسن لعيب في سنه. عندنا في نادي الزمالك ما شاء الله. فشوف بقى لدرجه الاب طبعًا اللي هو عايش في القاهره بالظبط فاهمني ما هوش قادر يوفر طبعا مواصله لابنه، مش سهل. ولعيب وابنه لعيب في نادي الزمالك وعلى مستوى كبير جدا بس تقيله عليه يعني عليا انا كمان طبعا. انا بقيتش عارف طب هعمل ايه فخدت قرار ان الولد ده يقعد في السكن يوفر بالظبط المشوار. هو من القاهره ممنوع بس انا خدت على خدت موافقه من النادي ما ينفعش الولد ده موهبه زي دي بيتبهدل رايح جاي يحصل له اي حاجه والده بيتبهدل معاه انا خايف عليه وهو جايب الموتوسيكل يحصل احنا دلوقتي بنجيب كار سيت برافو عليك. هي قصه احنا بنساعد على قد ما هي طبعا اولا هي محتاجه زي ما قلت بالظبط يا عبد الرحمن، اول حاجه فكر وانت فاهم تعمل ايه. حب شغلتك يا دكتور، حب شغلتك، حب مهنتك بالظبط واعمل فيها كل اللي تقدر عليه بالظبط فاهم يعني هتلاقي فيه نتائج. فاحنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم ان انا طول ما انا حابب المهنه بتاعتي طبعا وحاببها وشغال فيها طبعا هنتج واهلك ساندينك فاهمينك واقفين معاك. مش حتى ساندينك ممكن معنويا انا بتكلم يعني ولو ما فيش القدره الماليه في الادوات اللي بتطلع زي لونز دي زي مش عارف ايه حاجات تمويل حاجات ناس فاهمه تقدر تسندك ازاي. انت خدت القرار زي ما انت سافرت واستثمرت. تعال احسب النهارده انت هتسافر كام سفريه دول، ده السفريه دلوقتي التذاكر لوحدها بقت عامله زي ولا غيره بس انت عارف وانت بتعمل كده ان في عائد على الاستثمار. او انت عندك فكره وعندك حلم وعندك رؤيه لبزنس معين حاجه مش موجوده وفعلا مقتنع بيها وتستاهل تمشي في السكه دي بس هتلاقي الاداه اللي تساعدك هتلاقي التمويل اللي يساعدك. دلوقتي اي حد عايز يعمل حاجه ممكن يعملها بس فعلا يحب اللي هو بيعمله يبقى عنده خطه وراه وفاهم بالظبط. طيب الوقت طار طبعا الحوار كان امتع ما يمكن. وانت دايما انت بتختاري الاغنيه وبتفردي علينا اغنيه معينه بس انا النهارده مش هتعملي كده مش هبقى دكتاتوره مش هبقى دكتاتوره. ايه الاغنيه اللي تحب تبقى معانا النهارده؟ انا بحب ام كلثوم اي اغنيه لام كلثوم اي حاجه ام كلثوم يعني فكروني فكروني جميله جدا جميله جدا بحب الاغنيه اي حاجه ام كلثوم انا بحب اسمع ام كلثوم على طول. وانا عندي اقول على كتاب والكتاب ده مرتبط شويه كان كتاب تاريخي شهير جدا كاتب روسي عالمي اسمه جوجول كان القصه اسمها المفتش العام. قصه شهيره جدا اتعملت على فكره مسرحيه في مصر ومسلسل وغيره. هو كان مفتش عام رايح بلد فقيره جدا بس هم اعتبروا جالهم واحد عادي جدا غلبان وفقير افتكر هو ده المفتش العام جاي متنكر فبيعملوا كل حاجه في الدنيا يبهروه ان كل حاجه مظبوطه بينما المفتش العام الحقيقي جاء هم مش عارفين شاف بلاوي المكان كلها والامكانيات المتواضعه وغيره. ده اللي كتب التقرير الحقيقي. القصص دي جميله جدا كل ما الواحد بيقرا بيتعلم حاجات جديده كتيره جدا من تجارب الناس كلها والبساطه والجمال اللي كابتن طارق بيحكي بيه كمان على اللي هو الراجل غلبان هو متواضع الحال وكل حاجه بس هو عنده حلم وهيفضل وراه وما شاء الله بقى هداف فرقته وما شاء الله ربنا سخر له حد زي كابتن طارق عشان وهيغير حياته. غير حياته. يعني انا مثلا لما لعبت كوره انا الحمد لله بفضل الله يعني اكيد مليون في المية حياتي انا اتغيرت وحياه اسرتي اتغيرت ما شاء الله. فبالتاكيد كل واحد يعني ربنا بيجعل البني ادم سبب في انه يغير حياه اهله. اخر حاجه بقى اسال حضرتك النهارده هتاكل مكرونه عاديه ولا بالصلصه؟ النهارده الموضوع لازم تقوله لنا بقى احنا كده في موضوع قبل ما نبدا يا جماعه عشان الدايت يبقى من غير صلصه. طب ايه بقى قول لنا بقى موضوع الصلصه ده والمكرونه كان ايه؟ كابتن ابو رجيله ربنا يديله الصحه ده ابونا يعني طبعا حاجه عظيمه استاذنا حاجه جميله جدا. بالليل في المعسكرات كان تبص تلاقي مثلا ايه هنتغدى او هنتعشى فتعشينا نمنا صحينا تاني يوم على الغدا بقى اللي هو يوم المباراه قبل الماتش انا بس مش هلعب فيروح كتر له الصلصه
معناها ايه؟ معناها انت مش تلعب. مش تلعب. هو الاكل هو الاساسي. يعني كتر له الصلصه دي معناها انت مش تلعب. فكله بقى يضحك يبص مين ده فلان ده خلاص كده بره. انت خدت صلصه النهارده. ده يقول له بلاش صلصه يبقى ده هيلعب خلاص. فكنا نعرف اللي هيلعب مع الغدا مش المحاضره. كان جميل دمه خفيف كان جميل قوي. كابتن طارق نورتنا بشده. ربنا يخليك يا دكتور. انا سعيد بيكم جدا. الاهلي والزمالك قاعدين كلنا في اهلاويه جدا بس مالهاش دعوه. لا الكوره اجمل. الكوره اجمل من كل اللي احنا شايفينه على الساحه والتخطيط. صحيح. الكوره اجمل كده كتير جدا. اكزامبلز كويسه في كل حته. هي الكوره على فكره يا جماعه الكوره هي عباره عن ترفيه استمتاع صناعه جميله. يا رب نرجع للخير دايما كده. يا رب. شكرا يا دكتور. شكرا. ثانك يو يا جماعه انتوا سمعتونا لاخر الحلقه. احنا على انغامي، موجودين على ابل بودكاست، موجودين على سبوتيفاي، على ديزر، على امازون ميوزك، وطبعا هتلاقونا على السوشيال ميديا، على انستغرام وعلى تيك توك وعلى فيسبوك، وكمان ثرو البلاتفورمز بتاعت فاليو. كالعاده في نهايه كل حلقه هتلاقوا سؤال الحلقه هو مكتوب قدامكم دلوقتي بالاجابات بتاعته. احنا في انتظار اجابات كلها ان شاء الله. هتلاقوها على كل المواقع الخاصه بالبودكاست انا وبابايا باتل فيلد، او كمان على الاكونتس بتاعتي انا كخالد حبيب على لينكد ان، وكمان على الفيسبوك. اكتر اجابه منطقيه ان شاء الله هيكون ليها جايزه خاصه وجميله جدا من فاليو. اكتبوا اجاباتكم على طول دلوقتي وابعتوها لنا على طول دلوقتي، هنلاقيها على الويب سايتس بتاعتنا كلها، وان شاء الله تكون كسبان معانا مع فاليو ان شاء الله.